لأول مرة هنعمل الزبادي بالمربى. معانا كيلو لبن كامل الدسم هنغليه على النار، وبعدين عشان نبرده نجيب بولة فيها مية ونبرده، ونجيب صينية فيها كوبايات من الزبادي، وكل كوباية هنحط فيها معلقة من المربى، مربى فراولة او مشمش او اي مربى عندك زي ما انتوا شايفين كده. بعدين نجيب شفشق الخلاط نحط كوباية من الزبادي وكرنبين من اللبن، وكل كيلو لبن بياخد علبة زبادي. بعدين نضربه في الخلاط كويس وننزل على باقي اللبن ونضربه بمضرب السلك كويس. هنجيب الكوبايات بتاعتنا اللي فيها المعلقة من المربى، وننزل بيها باللبن اللي مخفوق بعلبة من الزبادي. وما شاء الله عملت كوبايات كتير احسن من احنا بنشتريها، ووفرت معانا كتير جدا زي ما انتوا شايفين كده. وينفع برضو في طاجن، هيكون غاليين حلة فيها مية مغلية هننزل بيها على الصينية اللي فيها كوباية الزبادي، ونغطيها بفوطة ونحطها في مكان دافي لمدة من 4 ل5 ساعات. ودي بعد 4 5 ساعات كشفنا عليها ما شاء الله ماسكة جدا وكريمة.